العربيات كل ما بتقدم بتكسب خبره، بتبقى سينيور. يعني ناس كتير انتقدتني لما قلت ان في خلل في تسعير العربيات المستعمله في مصر. حسبتها لكم وقتها على اساس سعر الدولار وهي زيرو ونسبه الاهلاك. طب انا بقى هحسبها لك المره دي على اساس سعر الجديد دلوقتي زائد مصاريف التشغيل ونسبه الاهلاك. ومصاريف التشغيل هنا مش زيت وفلتر والكلام الفاضي ده، لا، مصاريف التشغيل هنا هو اهلاك القطع الاستهلاكيه اللي جوه العربيه، اللي هي كده كده بتتغير على عمر افتراضي معين. هنحسب الحسبه على العربيتين ام جي 5 وكيا سبورتج، وهنحسب من 5 سنين فاتوا موديل 2020 ل 26. بالنسبه للام جي 5 الناس عرض 2020 ب 650,000، 2020 ب 620,000، 2020 ب 675,000، 2020 ب 670,000. ومصاريف التشغيل هنا هنحط لكل سنه 30,000 جنيه متوسط، في الخمس سنين ب 150,000 جنيه، وانا كده كارمهم جامد قوي. زائد نسبه الاهلاك 10% اول سنه و5% لكل سنه بعدها، وبرضه انا كده كارمهم جامد. ودول اجماليهم 364,000. لو خصمنا الرقم ده من سعر الجديد دلوقتي يبقى السعر العادل للعربيه لو هي فابريكا زي ما هم بيقولوا 436,000 جنيه. ما هو مش منطقي يعني تشتري جزمه وتجري بيها سنتين وعايز تبيعها اغلى حتى لو كانت مريحه. ونيجي بقى للكيا سبورتاج، ودول بقى بيدوني درس في ان العربيات في كل الدول بترخص من اول سنه استخدام، لكن عندنا هنا الوضع مختلف تماما. العربيات كل ما بتقدم بتكسب خبره، بتبقى سينيور. يعني سبورتاج معروضه مستعمله ادي 2020 مليون 525، 2020 مليون 450، 2020 مليون 375. السبورتج هنا بقى بتبتدي من مليون 725. مصاريف التشغيل هنحط 40,000 جنيه لكل سنة بمتوسط 200,000 جنيه في الخمس سنين، زائد نسبة الإهلاك اللي هي 10% أول سنة و5% لكل سنة بعدها، وبرضه أنا كده كارمهم جامد. ودول إجماليهم 765,000. لو طرحناهم من سعر الجديد هيطلع لنا العربية السعر العادل بتاعها مليون 65. أنا بالنسبة لي الحسبتين صح 100%، وإن التسعير العربيات المستعملة في مصر غير عادل بالمرة. التسعير العادل ده بناء على إن العربيات تبقى سليمة، ده أنت لسه في بقى بيقول لك فابريكا بره وجوه ورشة جوه ورشة رفرف وحاجات من دي. يعني انا سعرتها لكم بناء على طلبكم انتوا، بس انا ميال للحسبه القديمه. احسب الحسبه كويس بنفسك وساعتها هتعرف تشتري زيرو ولا مستعمل. بس السؤال هنا، انت شايف ان السوق ده بيسعر العربيات المستعمله بناء على ايه؟